السلام عليكم وبركاته. معاكم فيديو جديد من فيديوهات عالمي. ازاي يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وامارات. ممكن تعملوا لايك وممكن تعملوا شير وممكن تعملوا سبسكرايب، يعني ممكن تعملوا كومنت عشان احطه في اخر الفيديو هنا او هنا او هنا، يعني بعد اذنكم يعني عشان انتوا مش عارف بتكسلوا ولا ما بتعملوش ليه الحاجات دي، ولا انا ما اعرفش. بعد اذنكم احنا عايزين الحاجات دي، اعملوا لي الشير واللايك والسبسكرايب عشان نستمر كده، عشان يعني نبقى مبسوطين مع بعضينا. فيديو النهارده يا جماعه عن، اتفضل شاي، تشرب شاي الاول ولا اقول لك عن ايه؟ طب اقول لك الاول عن ايه. فيديو النهارده يا جماعه عن القرش ما اعرفش، لما صحيت من النوم كده لقيت في حاجه بقى منتشره على النت، ناس ملمومين على قرش وضربوه علقه. مين؟ اضرب يا حماد! موت يا حماد وانا جايلك! بجد يعني كانوا بيضربوه بجد. فيعني ما ايه يا جدعان، في خير يعني ليه؟ قال لك واحد عمال يزعق بيقول كل الزبون. هو انت زعلان على الزبون ولا زعلان على يعني كل الراجل بني ادم اتاكل؟ ولا ما فهمتش. هو تقريبا الراجل ده عشان الزبون تقريبا ما حسبوش قبل ما يموت. فيعني ما انا مش فاهم في ايه. يلا نشوف بقى. يعني دخلت على النت للاسف وقلت اشوف يعني ايه اللي حصل. فهنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. ليه مصر ما بتقتلش سمك القرش اللي بياكل الناس في الغردقه مع انه خطر جدا؟ لا ثانيه واحده، انت عايز تفهمني بعد ما ضربوه كسروا له اسنانه؟ هم كسروا اسنانه حرفيا، يعني ضربوه كسروا اسنانه، يعني رموه تاني في الميه يعني. طب ليه يا اسطى الاذى يعني؟ خلاص طلعتوه ضربتوه، كلوه بقى لو بيتاكل. هو بيتاكل القرش، ما علينا، ما بيتاكلش خلاص يعني. خلاص انتوا فشختوه، فمش هينفع ينزل تاني الميه ده يعني. هيتهان تحت. ما بيقتلوش ازاي؟ مش من حق مصر ولا اي دوله في العالم انها تقتل سمك القرش اللي موجود عندها، لان على حسب منظمه البيئه العالميه سمكه القرش اهم مخلوق موجود في البحر. هي ما بتتاكلش سمكة القرش لو مش بتتاكل، يعني احنا نصطادها ونسيبها يعني تموت ليه؟ يعني نسيبها في المية في حالها كده، والحتة اللي يعني نلاقي فيها قرش ما ننزلهاش بس. كوكب الارض في حاجه اسمها السلسله الغذائيه، في البحر برضه في السلسله الغذائيه. سمك القرش لو مش موجود ان ياكل الاسماك التانية اللي هي بتتغذى على الاعشاب كلها تتاكل، والبيئه في البحر هتبوظ خالص. انا مش فاهم برضو مال الاعشاب بسمك القرش باللي حصل في الغردقه. انا عايز اللي حصل باذنكم يعني، بس نشوف برضو يعني. شكله بيقول كلام مهم. الناس اللي بتصطاد سمك القرش وتبيعها في الاسواق دي جريمه بيحاسب عليها القانون. كده مهما سمك القرش هاجم الناس على الشاطئ ما بيتقتلش، لكن بيحذروا الناس من الاماكن اللي بيكون موجود فيها القروش بس. اهو نفس اللي انا قلته، يعني لما يكون في شاطئ فيه قرش يحذروا الناس يا جماعه ما حدش ينزل هنا عشان القرش قاعد هنا شويه وعياله وهيمشي يعني بس. يا نهار اسود، سمكة قرش؟ ماشي، دول ناس عاملين سكتش عشان يتكلموا عن القرش بس. يعني انا ما رضيتش احط الفيديو الاصلي عشان تقريبا اليوتيوب هيمسح لي الفيديو، او اوقفه زي في فيديو اتمسح قبل كده، اللي هو اللي قبل اللي فات ده اتمسح، وقعدت احاول قعدنا كتير قوي عشان نرجع الفيديو، ورجع الحمد لله. لو اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه عشان هو اصلا كان ممسوح. فاهم يعني ما تعملوش يعني ما تعملوش اللي هو الترويج بتاعه ده. ما علينا. فلو حطينا الفيديو اصلا نفسه او حطينا الفيديو اللي كان بيضرب فيه القرش مش هينفع يعني، يوتيوب هيمسحولي. او ماي جاد، او ماي جاد، ارموا لي القرش ده هنا. يا نهار اسود، يش اسحقوه، ده بياكل الزباين بتاعتنا. ماشي يا اسطى هنضربه. هو فعلا الناس لما مسكوا القرش، هو مش بيترول يعني، الناس لما مسكوا القرش قعدوا يضربوه يقولوا كل الزباين. اكتب فيديو القرش هتلاقي الناس بيضربوه يقولوا كلت الزباين يا ابن كذا ويشتموا فيه. لو انت بتعوم وقابلك قرش تعمل ايه؟ تعال اقول لك النصائح المحليه والعالميه لمواجهه القرش في الميه. اهو عشان لو انت في الميه تبقى بتعرف تتصرف ازاي لو قابلك قرش. يعني هيقول لك دلوقتي هنعمل ايه يعني. نركز. نصايح الغطاس المصري سامح مشالي كالتالي: لو شفت قرش في الميه خلي عينك عليه وما تغفلش عنه عشان ما يهاجمكش من ظهرك. ما اكيد هخلي عيني عليه يعني، دي اللحظات الاخيره يا معلم. انت ابقى شايف اي حاجه قبل ما اموت. اول هجوم للقرش ما بيكونش عض، بيخبط براسه بس. هو القرش سرساجي بيخش يدي بالروسيه وبعد كده بيطلع ايه، زعنف قرن غزال مثلا ولا في ايه؟ ليه بيخبط براسه اول ما بيهاجم يعني؟ فاول ما يخبطك براسه اديله بوكس عشان يخاف منك. انت بتتكلم جد يعني؟ هدي القرش بالبوكس يعني؟ انت متخيل؟ ما علينا. ماشي، ما هيعمل ايه بقى بعد كده؟ وركز البوكس في منطقه العينين والانف، وبعد كده هو هيهرب لوحده. هيهرب يا اسطى؟ انت متاكد من الكلام ده بجد؟ عشان ما افرض قابلت قرش صح هتسوح، اجي اديله بالبوكس وما ليه وكيل دراع اصلا مش ايدي يعني. فاهم الموضوع مرعب يا معلم. ده ده قرش يعني عامل زي الاسد كيف في الغابه، ده الاسد يعتبر في البحر. بس اوعى انت تهرب منه ولا تديله ظهرك.
اوعى تتبول في الميه وانت بيهاجمك قرش، عشان البول اخطر من الدم في الميه وبيستفز القرش جدا. بص، هو انا ما كنتش مفكر في الموضوع ده، بس يعني لو واحد برضو بيهاجمه قرش ومزنوق مثلا، هيعملها بجد، هيعملها من الرعب، مش هيعملها من ان هو خلاص يعني جهازه العصبي خلاص يا معلم. يعني متخيل جاي قرش عليك يعني، ايه تاني بقى؟ لو معاك بورد او عوامه والقرش هاجمك، سيب العوامه او البورد بعيد شويه عنك واهرب بعيد، القرش هيجري عند العوامه ومش هيبص عليك. هو القرش اهبل للدرجات دي يعني؟ مش عارف يفرق بيني وبين العوامه وبين البورد ولا في ايه يا معلم؟ وقرش ايه اللي اديله بالبوكس يعني؟ تخيل اديت قرش بالبوكس يعني، جاي معاك بايه بقى؟ تعالى، ها تعالى فاهم، وننزل بقى نتخانق مع قروش في البحر. ما تنزلش ميه انت ما تعرفهاش كويس، ولازم يكون معاك حد فاهم ايه اللي موجود في الميه دي. لو القرش هاجمك ما تخبطش في الميه برجلك جامد، عشان كده بينهك قوتك وكمان بيستفز القرش اكتر. معلش برضه انت بتقول لي نصيحه غريبه يعني، ولا اعمل اي حاجه، ولو معايا حاجه ارميها كمان يعني. انا لو انا مش داخل على كمين وما خبطش برجلي في الميه يعني اعمل ايه؟ هفضل واقف له كده واقف بعد ما اضربه فاهم، استنى اشوف هيعمل ايه يعني، جاي معاه بايه؟ القرش لو عضك بالخطأ هيمشي ومش هيرجع لك تاني، الا لو كان مسعور هيكمل الهجوم عليك، وساعتها لازم تواجهه. طب اعرف منين انا بقى القرش ده مسعور؟ احلل له طب في الميه يعني، انا في الميه نازل بصيف او ما بعمل اي حاجه فاهم، ليه بقى الاقي قرش جاي لي وانت تقول لي بيديله بالبوكس؟ ولو راح يعني ممكن يروح يجيب صحابه، او ممكن هو يروح ويجي يعضني فاهم. طعمه حلو الواد ده، انا هرجع اكله فاهم، عشان مسعور هو يعني. انا عارف منين ان هو مسعور. لو اتعضيت من القرش حاول تمسك مكان العضة وتمنع الدم، لان الدم بيستفزه وبيخليه يرجع لك تاني، وبالمناسبة هو ما بيحبش دمنا ولا بيحب ياكلنا اصلا. ودي جدعنه من عندي، القرش ما بيحبش دمنا ولا بيحب ياكلنا. والناس اللي ماتت قبل كده دي كلها على ايه؟ على ايه يعني؟ القرش كلهم كان بيتنقنق كده فاهم، اللي هو طعم الانسان برضه يختلف فاهم يعني. ايه اللي انا بقوله ده؟ نصايح جديدة كمان من غطاس جديد اسمه الأستاذ علاء حمودة، يا ترى بينصحنا بإيه؟ زي ما بتخاف من القرش، القرش بيخاف منك، هدوءك وعدم فزعك بيخوف القرش وبيقلقه وممكن يخليه يمشي ويسيبك. تمام جدا يعني، انتوا بتعاملوا القرش على انه كلب بلدي وبيشم ريحه خوفنا، ولو احنا وقفنا تمام كده ما هيعملش حاجه. تمام تمام جدا. انا قعدت قد ايه يعني؟ قعدت قيمه 18 سنه بعاني مع الكلاب البلدي، ان احنا مش واخدين على بعضينا قوي يعني. الفتره الاخيره بدانا ناخد على بعض وعادي، بقيت اطبطب عليهم وكده وباكلهم وكده. فانت عايز تقنعني ان انا هنزل البحر اشوف قرش لاول مره في حياتي وهفضل واقف له كده وفاهم؟ لو جه اديله بالبق، انت ايه بقى؟ انت بتتكلم على اساس ان انت غطاسين بقى وناس عوامه وكده، لكن انا بني ادم عادي رايح اصيف، رايح طالع رحله مع 30 واحد وفي اتوبيس معفن اصلا ممكن يتقلب بينا واحنا رايحين فاهم. فما تجيش تقنعني ان انا لما انزل البحر فالاقي قرش فهقف له عادي صباح الفل. القرش قبل ما يهاجم بيتحرك في دواير، وهو بيتحرك في دواير حواليك اتحرك انت كمان معاه بعينيك. نقعد انا والقرش في دواير بقى، نقعد نلف حوالين بعضينا كده وايه فاهم، عناية معاه وهو واقف مستني عشان يركب لي المطوه في البحر. ده اقل خناقه في قاع الهامور دي يا جدعان. لو انتوا مجموعة والقرش ظهر، امسكوا ايدين بعض واسبحوا مع بعض تجاه المركب او الشاطئ، لانه بيخاف من المجموعات. ولو هاجمك هاجم عليه باي حاجة معاك، سيام معدات غطس او معدات سباحة او حتى ايدك، حافظ على حياتك. وربنا اللي انت بتقوله ده خناقه، انا بقول لك دلوقتي، وهتلاقي زبون شبوب داخل يسلك ومستر سلطع والحاجات دي. طب ايه نصائح جورج بورغس خبير اسماك القرش لمواجهة اسماك القرش لو قابلتك في البحر؟ حضرتك عمال تجيب لي في ناس بتنصحني مش عارف الغطاس مش عارف مين والمش عارف مين جورج، ما علينا ما علينا. الناس دي يعني هجيبهم قرش قبل كده فبينصحوك بناء على اللي هم عملوه، ولا هو قاعد تعرف ثانيه نهبد هبده دلوقتي. لو ضربت القرش وهو بيهجم عليك هيجري، هو جوه القرش جبان اصلا. لو وقفت بصيته في عينه كده راجل لراجل هيجري برضه، القرش جبان يا ابني. يلا برضو نعرفها. اوعى تعمل نفسك ميت مع القرش، عشان لو حس انك ميت هيفضل ياكل فيك ومش هيسيبك، وجده ميت وجده ميت. قاتل القرش للنهاية واوعى تديله ظهرك، لانه كل ما تضربه هيخاف منك اكتر وهجومه هيقل عليك. هو معلومة الميت دي جديدة، بس احنا لسه قايلين اللي هو قاتل القرش. احنا ضربنا، احنا بص احنا فشخنا القرش، عمالين نضرب فيه من اول الفيديو. في ايه؟ الفيديو الجاي هقولك حاجات بتخلي القرش يهاجمك اوعى تعملها عشان تتجنب هجمات القرش. استنونا واعملوا فولو. يعني الفيديو ده كله مش كفايه ان انت تحكي لي الحاجات اللي هي بتهاجمني يعني؟ احنا انت حكيت لي حاجات كتير قوي
يعني وكمان في حاجات تاني، لا كفايه بجد عليه يعني. نشوف حاجه تاني. المصريين لما طلعوا سمكه القرش يضربوها عشان اكلت الراجل. وعدني انك هتتغير والله يا باشا، خلاص مش وعدني انك هتتغير والله يا باشا، هعمل حاجه ثانيه يا باشا. لا ما حسيتهاش من قلبي. الفيديو ده جامد يا جدعان يعني، من الناس فعلا مسكوا القرش قالوا منه وحطوه تاني في الميه يعني. انا فهمته يعني من الفيديوهات اللي فاتت. يعني وعدني انك هتتغير. اهل الغردقه بيضربوا القرش بعد ما مسكوه عشان اكل الراجل القرش. وعزة جلالة يا باشا انا كنت هسلم نفسي، بس يعني قلت اجي لكم استحمى ايه. نهارك بيضحك يا باشا. ده اجمد وربنا. لا عاش ربنا. انتوا ايه يا جدعان؟ يا جدعان في واحد يتاكل وفي قرش اتضرب واحنا عاملين نعمل ميمز بس يعني جامده الصراحه جامده. المنوفي هو بينط في البحر بعد ما عرف ان شاطئ الغردقه فيه قرش. بص جامد وربنا، بس يعني مع احترامي لاي حد منوفي بيتفرج عليا تمام عادي، ده فاني ضحك يعني. انا صعيدي عادي وبسمع نكت عن الصعايده وبضحك فيها. صباح الفل اضحك. القرش لما يلمح حد نازل البحر بعد العيال قال لي كلها ما خصمك وابعد عننا مش طايقاك. يا جدعان. انتوا هزقتوا القرش معاكم يا جدعان والله يعني. انتوا خلاص راحت هيبه السمكه بتاعت القرش يعني. كان زمان القرش، دلوقتي بقينا بنرقص سلو مع القرش. فصباح الفل يا جدعان. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده. لسه ما عملتوش لايك يا ريت تعملوا لايك سبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد. واسف لو الفيديو قصير سيكا يعني، اسف. الفيديو الجاي ان شاء الله باطول. وقولوا لي في الكومنتات عايزين ايه الفيديو الجاي. هو احلى كومنت على الفيديو اللي فات ده وده كمان. يلا اعملوا كومنتات كتير كده وشير. اعملوا شير بجد مع اصحابكم يا جدعان يعني. اعملوا شير في الجروبات، اعملوا شير في اي حته. انا عايزين ننتشر يا جدعان. خد باصي الفيديو ده لواحد صاحبك، ابعت له اللينك قول له خد يا اسطى اتفرج على الراجل ده راجل جدع ومظبوط وبينزل فيديوهات كل يوم. ما تقولوش ان احنا بننزل يعني كل فتره، قول له كل يوم. هو الناس بتحب الناس اللي بتنزل كل يوم، ما بيحبوش الناس اللي بتنزل كل يوم. ما علينا. يلا اعمل شير وتعالى على الانستا في حاجات جامده هناك، وتعالى على التيك توك في حاجات اجمد يعني. احنا بنهبل هبل على التيك توك والناس اللي هناك عارفه كده. ما بنعملش رياكت، بنهبل. فيعني اللي بيحب الهبل تعالى، احنا شغالين هبل 24 ساعه هناك، مش كل يوم بقى يعني، كل ساعه في هبل. يلا سلام عليكم.